تلك القطة التي نسفت الخطة. ملايين الأموال أنفقت عبر المسلسلات التي تعبث بعقول الناس وتحاول إظهار صورة المتدين بصورة بشعة ذو وحشية وقسوة وعدم رفق مع الآخر. فجاءت هذه القطة لتتسلق على كتف ذلك الإمام. وكيف يظهر الإمام حفاوته بهذا الحيوان، وكيف تبادل الطرفان تلك المحبة والحنان. دراما رمضان التي تحاول أن توجه رسالات إلى الناس بتشويه صورة الإسلام والمسلمين. جاءت هذه القطة بمقطع لا يتجاوز الدقيقة، والذي انتشر عبر صفحات التواصل وحصد 1,600,000 مشاهدة و600 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة، بمشهد عفوي بسيط نسف كل مكائد الأعداء وأظهر الوجه الحقيقي للمسلم بأن الإسلام دين رحمة مع الحيوان ومع الإنسان من باب أولى. سبحان الله، كم أموال بذلت وكم نجوم أرهقت لتشويه صورة الإسلام. جاءت هذه القطة في لحظة ظهرت الوجه الحقيقي. ولو قرأت التعليقات الإيجابية لغير المسلمين لوجدت الصورة المغايرة عكس تلك الصورة التي كانت راسخة في أذهانهم. إنها قوة الحقيقة يا سادة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وما يعلم جنود ربك إلا هو. قطة نصر الله بها دينه وأعز بها أولياءه. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين